السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أخبار ريال مدريد ليوم الخميس 14/8/2025. ولكن في البداية اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت تكتبوها في الكومنتات ويا ريت تعملوا لايك لهذا الفيديو، محتاجين دعم حضراتكم. إشادة هائلة بجولر، رسالة خاصة من كروس لمشجعي الريال. ومانشستر سيتي يفتح خط المفاوضات مع رودريجو. إبراهيم دياز لا يشكل أزمة لرودريجو. رسالة ألونسو واضحة لتشكيل دفاع الريال الموسم القادم. راحة للاعبي ريال مدريد. أكثر لاعب يؤكد على تغيير منظومة الريال تحت قيادة تشابي ألونسو. ثنائية ذهبية تنعش مشروع الريال مع ألونسو. الريال يحلق مع هويسين، اللاعب الذي يعتمد عليه ألونسو لتحديد خطة الريال. أندية الأندلس تصدم الريال وتقف في صف برشلونة. السيناريو المتوقع بشأن مستقبل رودريجو. سبب عدم حصول ماستانتونو على الرقم 25. ماركا كشاف دورتموند يراقبون جوهرة ريال مدريد في الفالدي بي بي اس. ألابا يحجز مكانا غير متوقع عند تشابي ألونسو. تميمة حظ أنشيلوتي على وشك الرحيل عن ريال مدريد. كل تفاصيل هذه الأخبار هنعرفها دلوقتي، ولكن رجاء دعم هذا المقطع بلايك ولا تنسوا الصلاة على الحبيب، ويلا بينا. إشادة هائلة بجولر. أشاد المحلل الرياضي ريكاردو سيرا بالمستويات المميزة التي يقدمها النجم التركي شاب أردا جولر مع ريال مدريد، مؤكدا أنه سيكون أحد العناصر الأساسية في الفريق خلال الموسم الجديد. وقال سيرا سيلعب جولر كثيرا بناء على ما شاهدناه في كأس العالم للأندية، دقائق لعبه جيدة جدا ويقدم أداء رائع يمنحنا خيارات متعددة، وهو بارع جدا في الكرات الثابتة ويمرر الكرات الطويلة ببراعة. سيكون لاعب أساسي مع الريال هذا العام. رسالة خاصة من توني كروس لمشجعي الريال. نشر النجم الألماني توني كروس صورة عبر حسابه على الانستغرام له رفقة لوكا مودريتش بقميص ريال مدريد. أتشرنجيتو عقب على الصورة بأن كروس يرسل رسالة مفاتها أن رقمي 8 و10 اللذين سبق أن ارتداهما هو مودريتش باتا في أيد أمينة مع فيدريكو فالفيردي وكيليان امبابي. مانشستر سيتي يفتح خط المفاوضات مع رودريجو. كشف الصحفي نيكولو شيرا أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات أولية مع رودريجو لاعب ريال مدريد وسط اهتمام جاد بضمه هذا الصيف. ووفقا للتقارير فإن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عقد يمتد حتى عام 2030 لإقناع الجناح البرازيلي بالانتقال. القرار النهائي يبقى بيد اللاعب، وفي حالة موافقته على الرحيل فإن ريال مدريد سيفتح باب المفاوضات بشرط الحصول على مقابل مالي يفوق 100 مليون يورو. إبراهيم دياز لا يشكل أزمة لرودريجو. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إبراهيم دياز بدأ المباراة الأخيرة أمام تيرول النمساوي في مركز الجناح الأيمن أساسي، متقدما على البرازيلي رودريجو، في إشارة إلى تغيرات فنية قد يعتمدها المدرب تشابي ألونسو الموسم القادم. ورغم الغموض الذي يحيط بمستقبل رودريجو، لأن اللاعب يواصل الابتعاد عن الشائعات مركزا على تقديم أفضل أداء ممكن ومثبتا قدرته على أن يكون شريكا مثاليا للفرنسي كيليان امبابي في خط الهجوم. رسالة ألونسو واضحة لتشكيل دفاع الريال الموسم القادم. أكدت صحيفة ماركا أن المدرب تشابي ألونسو حسم خياراته في قلب الدفاع للموسم الجديد، حيث وجه رسالة واضحة باعتماده على ديان هوسين وإدريم ليتاو كثنائي أساسي في الخط الخلفي. ويأتي هذا القرار ليمنح الثنائي ثقة كاملة في قيادة دفاع الريال في ظل تألق اللاعبين خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، حيث بات هويسين من أهم مفاتيح بناء اللعب من الخلف، بينما يشكل ميليتاو قوة دفاعية واضحة فضلا عن دوره الهجومي بالمساهمة التهديفية مع الفريق المدريدي. راحة للاعبي ريال مدريد. منح المدرب تشابي ألونسو لاعبي ريال مدريد راح اليوم الخميس على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الساعة 11:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، استعدادا لأول مواجهة في الليغا أمام أوساسونا. الراحة تأتي في إطار تنظيم الحمل البدني قبل الدخول في المرحلة التالية من التحضيرات النهائية للموسم الجديد، حيث يسعى المرنجي للحفاظ على جاهزية لاعبيه الذهنية والبدنية.
أكثر لاعب يؤكد على تغيير منظومة الريال تحت قيادة تشابي ألونسو. سلطت صحيفة ماركا الضوء على أبرز ما يميز ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، وهو الضغط الواضح الذي يبديه الفريق فور فقدان الكرة، حيث يضغط اللاعبون بانتظام أو بتنظيم عالي لاستعادة الكرة بسرعة، مانعين الخصم من أخذ فرصة للتفكير أو بناء الهجمات. وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس جونيور كان المثال الأوضح على هذه الروح القتالية، إذ لم يكتفي بدوره الهجومي بل تحول إلى لاعب دفاعي عند فقدان الكرة، مما يعكس الالتزام الجماعي الذي زرعه ألونسو في تشكيلته. ثنائية ذهبية تنعش مشروع الريال مع ألونسو. أظهر النجم التركي أردا جولر ملامح شراكة مميزة مع كيليان امبابي خلال مباراة ريال مدريد الودية السابقة أمام تيرول، ما أثار إعجاب الجهاز الفني بقيادة شابي ألونسو. جولر البالغ من العمر 20 عام يتمتع بمهارة فنية ورؤية لعب استثنائية، لأن التحدي الأكبر أمامه يكمن في التحول من لاعب لحظات إلى لاعب مؤثر على المدار المباراة في مركز الوسط المركزي، حيث تتطلب المسؤولية قراءة دقيقة لنسق اللعب وتجنب خسارة الكرة في مناطق خطرة. وفي اللقاء الأخير، ورغم اللعب بعيدا عن مركزه الأساسي، أبدع غولر في صناعة تمريرات مستحيلة بفضل قدمه اليسرى المميزة، لا يجد انسجاما فوريا مع مبابي، إذ بدأ أن كلاهما يقرأ تحركات الآخر بنفس النغمة الكروية. ويرى ألونسو أن هذا التفاهم قد يشكل سلاحا استراتيجيا للفريق، مستشهدا بتاريخ شراكات أسطورية في الريال مثل ميشيل وبوتوغرينو وأوزيل وكريستيانو. وبالنسبة لريال مدريد الذي يسعى لفرض سيطرته بالكرة، فإن انسجام غولر ومبابي قد يكون المفتاح لتحقيق الكثير من الانتصارات في الموسم المقبل. إيه رأيك في الكلام ده؟ الريال يحلق مع هويسين. أكدت صحيفة ماركا أن ديان هويسين يمنح ريال مدريد سبب للحلم، مشيرة إلى أن اللاعب الإسباني يعد أقرب ما يملكه تشابي ألونسو من نسخة توني كروس داخل التشكيلة الحالية. هويسين يتشابه مع كروس بسبب رؤيته المميزة وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، فضلا عن دقة تمريراته، وما يساعد ألونسو على الاعتماد عليه في بناء اللعب من الخلف. الريال مع هويسين يمكنه أن يحلم أحلاما كبيرة مستقبلا، لاختلاف الوضع عما كان عليه الفريق في الموسم الماضي. صحفي كتالوني يسخر من فلورنتينو بيريز قبل انطلاق الدوري الإسباني. هذا مقال للصحفي خوان بوكي الموندو. قبل انطلاق الدوري الإسباني أثار فلورنتينو بيريز الجدل بعدما انضمت وسائل إعلام ريال مدريد إلى فكرة أن المسابقة مغشوشة، فالنادي المدريدي يرى أن مباراته الأولى أمام أوساسونا كان يجب أن تؤجل بسبب وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وما ترتب عليه من قلة فترة الأجازة للاعيبة. وفي سياق مختلف، فجر ريال مدريد اعتراضا شديدا على قرار رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة فياريال وبرشلونة المقررة في الجولة السابعة عشر في مدينة ميامي الأمريكية، معلنا عزم تقديم احتجاج رسمي إلى الرابطة والاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الأوروبي والفيفا وهيئة الرياضة وأي جهة أخرى ذات صلة. النادي أكد في بيانه أن إقامة المباراة في ميامي ستتم دون موافقة مسبقة من باقي الأندية، معتبرا أن الأمر يمنح برشلونة أفضلية اللعب على أرضه محايدة، في انتهاك المبدأ الأساسي المعاملة بالمثل في مباريات الذهاب والإياب. وتساءلت الصحافة، هل كان ريال مدريد يتخذ الموقف نفسه لو كانت المباراة بين إسبانيول وإشبيلية؟ الحقائق تقول إن ملعب لا سيراميكا لم يكن أرضا صعبة على برشلونة تاريخيا، إذ حقق الفريق الكتالوني 15 فوزا و5 تعادلات مقابل 5 هزائم فقط في ال 25 مواجهة، بل إن نتائج المواسم الخمسة الأخيرة جاءت لصالح برشلونة بشكل واضح: 5-1 و4-3 1-0 و3-1 و2-1. وربما يتوجب على بيريز أن يوافق على لعب المباراة في ميامي، حيث قد يعاني فريق فليك من إرهاق السفر أكثر مما يعانيه في ملعب فياريال. إيه رأي حضراتكم في هذا القول؟ قولوا لي في التعليقات. اللاعب الذي يعتمد عليه ألونسو لتحديد خطة الريال. أفادت صحيفة آس الإسبانية أن مدرب ريال مدريد ألونسو يولي ثقة كبيرة للفرنسي أورلين تشاوميني. تشابي يأخذ برؤية تشاوميني أثناء المباريات لتحديد اللحظة المناسبة للانتقال إلى خطة اللعب ب3 مدافعين أو الدافع به في خط الوسط وفقا لمجريات اللقاء، حيث يعد ورقة رابحة تتسم بالمرونة التكتيكية التي يفضلها الإسباني في الملعب. تألق نجم الفرنسي حجز له مكان دائم في تشكيلة ألونسو، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية. أندية الأندلس تصدم الريال وتقف في صف برشلونة. وجهت أندية الأندلس صفعة قوية إلى ريال مدريد بحسب الصحفي كريستابول سوريا بخصوص موقفه من فكرة نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى الدوري الإسباني هذا الموسم
للولايات المتحدة الأمريكية. سوريا قال خلال تصريحات له في برنامج التشرينجيتو التالي: ريال بيتيس وإشبيلية سوف يحبون التواجد في ولاية ميامي. الناديان يتطلعان بشدة إلى أن تتم دعوتهم لخوض مباراة هناك في الولايات المتحدة. السيناريو المتوقع بشأن مستقبل رودريغو. أوضح الصحفي ألبرتو بيريرو السيناريو المتوقع بشأن مستقبل النجم رودريغو غوس مع ريال مدريد. ألبرتو قال خلال تصريح له عبر إذاعة أون ذا ثيرو التالي: الأمر الطبيعي هو ألا يغادر رودريغو الريال هذا الصيف. جدير بالذكر أن اللاعب نفسه قد أكد رغبته في البقاء، ولكن الإعلام المدريدي لا يزال يعتقد بأنه قد يغير رأيه ويرحل إن لم يمنحه المدرب تشابي ألونسو أي فرصة للعب حتى نهاية الشهر الحالي. سبب عدم حصول ماستانتونو على الرقم 25. أوضح الصحفي ألبرتو بيريرو سبب عدم منح ريال مدريد القميص رقم 25 لنجم فرانكو ماستانتونو. الريال قرر إبقاء القميص رقم 25 دون منحه لأي أحد، تحسبا لحالة احتمالية التعاقد مع لاعب جديد في اللحظات الأخيرة. الجدير بالذكر أن فرانكو كان يرتدي الرقم 30 مع ناديه السابق ريفر بليت، وبالتالي لن يكون الأمر غريبا بالنسبة له. ماركا كشافو دورتموند يراقبون جولة ريال مدريد في الفالدا بيبياس. شهدت مباراة ريال مدريد كاستيا الودية أمام فالنسيا والتي انتهت ب1-1 متابعة كشافين من بروسيا دورتموند للاعب الشاب ديوغو أغوادو، أحد أبرز مواهب الفريق الرديف. أغوادو لا يزال مرتبطا بعقده مع النادي الإسباني رغم اهتمام الألمان الواضح به، وشارك في المباراة 21 لاعب ضمن استعدادات كاستيا للموسم الجديد بقيادة ألفارو أربيلو، الذي يضع هدف الصعود نصب عينيه وسط منافسة قوية من فرق مثل لوجو وفرق أخرى من إسبانيا. ألابا يحجز مكانا غير متوقع عند تشابي ألونسو. يعيش ديفيد ألابا مرحلة جديدة بعد سنتين صعبتين مليئتين بالإصابات، ويبدو أنه عائد بقوة ليكون عنصر مهم مع تشابي ألونسو في ريال مدريد. الغريب أن ألابا قد يلعب من مركز الوسط الدفاعي، ومركز سبق له تجربته مع منتخب النمسا وبايرن ميونخ. ألونسو الذي يعرف ألابا جيدا من أيامهم في أليزانا أرينا يثمن تعدد مهاراته وقدرته على منح الراحة لتشاوميني والمساهمة في بناء اللعب من الخلف. في مباراة ريال مدريد ضد تيرول شارك ألابا لنحو نصف ساعة من هذا المركز وأدى دوره بمستوى جيد، مؤكدا بعد اللقاء أنه مستعد للعب في أي مركز لمصلحة الفريق. في الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. وما تنسوش تعملوا لايك لهذا الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، عاوزين نوصل ل 2000 مشترك في أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.